حل دلوقتي مع بعض تدريبات الدرس الأول كتاب سلاح التلميذ دراسات سنة رابعة ابتدائي. بيقولك يقيم معظم السكان اللي بيعملوا في الزراعة في الريف. أيوة صح. يعد الزواج المبكر سبب في زيادة عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر. أيوة صح. يمثل سكان الحضر أكتر من نصف سكان مصر. لأ، الريف أكتر، لأن انتوا عارفين ان الحضر 42%، أما الريف 56%. يعمل معظم سكان الحضر بالتجارة والصناعة والخدمات. صح. كون مصريو قدماء بعدد السكان وتقدير متوسط عدد الأسر. آه، صح. السؤال اللي بعده بيقول توزع السكان على كل محافظات مصر بالتساوي. لأ، جمهورية مصر العربية بتعد السكان كل 10 سنين. أكتر محافظات مصر من حيث عدد السكان القاهرة. إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن السكان بتلبي احتياجاتهم في المستقبل، فعليها إجراء تعداد سكاني. يتم إجراء حصر شامل للسكان في مصر عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ترجع زيادة عدد أفراد الأسرة إلى الريف إلى الزواج المبكر. أهمية التعداد السكاني معرفة بيانات السكان من حيث النوع والعمر والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية. انخفاض عدد السكان في جنوب سيناء بسبب صعوبة مظاهر السطح وندرة المياه. أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عد السكان. نخش على اللي بعده. شوف بس احنا محافظة ترتفع بها عدد السكان: الجيزة 2، جنوب سيناء 3، الوادي الجديد 4، إحدى محافظات الريف دي قنا. أيوة صح. 5 ديت الوادي الجديد. تعالي نعد الخريطة تاني: 1 الجيزة، 2 جنوب سيناء، 3 اسكندرية، 4 صح لأنها قنا، 5 الوادي الجديد. تظهر مناطق عشوائية في محافظات مناطق عشوائية بتظهر في الحضر، يعني القاهرة واسكندرية والسويس وبورسعيد. تعد المنيا من محافظات الريف. تسببت هجرة السكان من الريف للمدن إلى ظهور العشوائيات. كثرة الإنجاب والزواج المبكر من المشكلات اللي بتعاني منها سكان الريف. يعمل سكان الصحراء في حرفة الرعي الذين يعيشون في القرى ويعملون بالزراعة وهم سكان الريف. تعد محافظة جنوب سيناء أقل محافظات مصر سكانا. صح. يزيد عدد سكان مصر يوميا بسبب كثرة الوفيات بسبب كثرة المواليد. غلط. يقوم جهاز الحماية المستهلك. لا، غلط، لأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عد السكان. مصر من أقدم الدول التي عملت عد سكان. صح. تعد محافظة السويس إحدى محافظات الحضر. احنا عندنا محافظات الحضر: القاهرة واسكندرية وبورسعيد، والقاهرة واسكندرية وبورسعيد و يعني هي غلط، هي مش السويس. القاهرة واسكندرية وبورسعيد والسويس. هو بيقولك السؤال هنا، السؤال بيقول يعد محافظة السويس إحدى محافظات الحضر. لأنهم القاهرة واسكندرية وبورسعيد والسويس. تنخفض نسبة الأمية بين سكان الريف مقارنة بالحضر. لا، غلط، لأن نسبة الأمية بتزيد في الريف عن الحضر. تعد القاهرة أعلى محافظات مصر سكانا لأنها العاصمة. صح. أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف. صح. يزيد عدد السكان في محافظتك اللي هي ايه، كل واحد حسب محافظته. تعد محافظتي من محافظات الحضر. أنا ريف، أنا عن محافظتي أنا ريف. كل واحد حسب محافظته. تقوم الدولة بتطوير العشوائيات لحل مشكلات البدو. أيوة صح، لأنها عملت إنشاء مساكن وتوفير فرص عمل في التعدين والرعي. عندما تريد الإقامة في محافظة حضرية فإنك هتتجه إلى محافظة اسكندرية، إحدى مبادرات الدولة لحل مشكلة الريف حياة كريمة. إحنا المحافظات اللي بيقل فيها سكان عام مليون نسمة. عام مليون نسمة. انت عندك جنوب سيناء، محافظة يشتهر سكانها بالعمل في الزراعة وتربية الحيوانات. زراعة يعني عايز ريف. انت عندك القاهرة واسكندرية دي حضر، والسويس حضر، يبقى الفيوم. النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان الصحراء الرعي. محافظة يشتهر سكانها بحرفة رعي الأغنام. انت عندك دي عايز دولة تكون بدو.
القاهرة لأ، والجيزة لأ، الفيوم، مطروح، مرسى مطروح. أي من المحافظات الآتية تتميز بارتفاع مستوى المعيشة؟ ارتفاع مستوى المعيشة يبقى دي حضر، يبقى بورسعيد. أي المحافظات الآتية يتسم سكانها بارتفاع نسبة الأمية؟ أمية يبقى ريف، تبقى المنيا. تعد محافظة سوهاج محافظة ريفية. أعلى محافظات مصر سكان القاهرة. يعيش سكان الحضر في المدن. أقل محافظات سكانا هي محافظة جنوب سيناء. تم تقدير عدد أفراد المؤهلين للتجنيد لأول مرة في عهد أمنحتب الثالث. زيادة متوسط ليه بيزيد سكان الريف عن الحضر؟ بسبب الزواج المبكر وقصة الإنجاب والزواج المبكر. طيب أهمية الساعة السكانية إنها شاشة بتظهر تقدير عدد السكان. انخفاض نسبة الأمية بين سكان الحضر. ليه نسبة الأمية قليلة في الحضر؟ بسبب ايه ده، هو ده كله ما بيسجلش؟ لا بيسجل. بسبب إنشاء المدارس وارتفاع مستوى المعيشة. ليه ظهر العشوائيات في المدن؟ بسبب الهجرة من الريف للمدن. ليه زيادة عدد السكان على الساعة السكانية معمول بسبب كثرة عدد المواليد. ايه اللي حصل لما هاجر السكان من الريف للمدن؟ ظهرت العشوائيات والضغط على الخدمات. ايه اللي حصل لما الزواج المبكر لسكان الريف؟ كثرة عدد سكان الريف، عددهم زاد، وقلة الخدمات. ايه اللي حصل لما تنوع أنماط سكان داخل مصر؟ ده التكامل بين السكان والتبادل بين المنتجات، وتبادل يعني في المنتجات والتنمية في مجالات الاقتصادية. السؤال اللي بعده بيقول دلل. تسعى مصر لتحسين مستوى معيشة البدو لأنها بتوفر لهم سكن وتوفير فرص عمل في مجال التعدين والزراعة والرعي. دلل تقوم مصر بجهود لتطوير الريف، إنها بتعمل توعية بأهمية تنظيم الأسرة وحياة كريمة. اهتمام مصر بحل مشكلات سكان الحضر، إنها بتهتم بسكان الحضر. تطوير العشوائيات مثل مشروع السيدة زينب. السؤال اللي بعده بيقول ايه العلاقة بين سكان الريف والعشوائيات؟ ظهرت العشوائيات نتيجة هجرة سكان الريف إلى المدن. ايه العلاقة بين التعداد السكاني والتخطيط للمستقبل؟ العلاقة للناس اللي مبتعرفش تحل سؤال العلاقة هو بنجيب جملة فيها الطرفين، يعني عايزة جملة فيها مثلا التعداد السكاني والتخطيط للمستقبل. فده طبعا التعداد السكاني هو حصر شامل للسكان لتحديد الخدمات اللي بتحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. مصريون القدماء والتعداد السكاني. قام المصريون القدماء بعد السكان أو ظهر التعداد السكاني منذ المصريون القدماء. القارن بين سكان الريف وسكان الحضر. سكان الريف من حيث السكن والعمل، طبعا الريف بيشتغلوا في الزراعة، وسكان الريف بيعيشوا في القرى. طب سكان الحضر بيعيشوا في المدن وبيعملوا بالصناعة. طيب نخش على الامتحان يلا. رقم 1 دي اسكندرية. 2 محافظة ريفية. طيب مش عارفة لسه شديدي. طيب دي بني سويف. ليه؟ لأن لو عايز الفيوم هيعلم على الفيوم من فوق شوية. طيب 3 الوادي الجديد. تظهر عشوائيات بسبب هجرة سكان من الريف للمدن. يعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة نتيجة نقص. يعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة نتيجة نقص الخدمات. أطلقت الدولة مبادرة لتطوير الريف، مبادرة حياة كريمة. الجهاز المركزي لأ طبعا بتاع الإحصاء. يعد الزواج المبكر سبب في زيادة عدد أفراد الأسرة في الحضر لأ في الريف. تسعى الدولة لتوفير فرص عمل لسكان الصحراء. أيوة صح. يسكنون المدن ويعملون بالصناعة. دي عايزين من الحضر يبقى القاهرة. أقل محافظة من حيث عدد السكان دي جنوب سيناء، تجري السكان كل 10 سنين. أكتر محافظات في عدد السكان من حيث عدد السكان، عدده كبير في القاهرة. نسبة الأمية قليلة في الحضر بسبب إنشاء المدارس وارتفاع مستوى المعيشة.
إيه اللي حصل لمّا تنوع أنماط سكان مصر، التكامل بين المنتجات وتبادل المنتجات وتنمية آمم والتنمية في مجال والتنمية والتنمية في المجال الاقتصادي. بس كده إحنا خلّصنا تدريبات الدرس الأول. إن شاء الله بإذن الله هنحل بقية الدروس.